صباح أو مساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا. أنا عن نفسي أعرف إن في حاجة اسمها الكلاب البوليسية، لكن بصراحة دي أول مرة أسمع عن الجاموس البوليسي. شرطة البرازيل هي الوحيدة في العالم اللي بتستخدم الجاموس في الدورية بتاعتها. ولو أنت بتسأل نفسك ليه مش بيستخدموا العربيات مع إنها أسرع وأريح، هقولك السبب دلوقتي، بس حابب أعرفك حاجة الأول. معروف إن الشرطة ناس بتتميز بالذكاء في شغلها. من وقت للتاني المجرمين بتحاول إن هم يستخدموا حيل جديدة تسهل عليهم عملية الهروب من الشرطة. في آخر فترة وتحديدا في جزيرة ماراجو البرازيلية بدأت الأشخاص الخارجة عن القانون تجري من الشرطة وتهرب في الأراضي الزراعية والبرك والحتت اللي هي زي الوحل. وطبعا عربيات الشرطة هتغرز في الطين لو دخلت الأماكن دي وراهم. ومن هنا ناس كتير فلتت من العقاب بسبب النقطة أو الموضوع ده. وعلشان كده الشرطة قررت إن هي تستخدم الجاموس الآسيوي في مطاردة المجرمين في الأماكن دي. فكرة ناجحة وكويسة. وطبعا الجاموس ولا هيغرز ولا هيعطل زي العربيات. ونجحوا في القبض على عدد كبير جدا من المجرمين وفسدوا عليهم خططهم أو الحيل بتاعتهم دي. في نفس الوقت الجاموس ده بيسمع الكلام، أو بمعنى أصح مدرب على تأدية المهمات العسكرية. سرعته بتوصل ل 35 كيلو في الساعة. ولو افترضنا مثلا إن في مجرم سرعته أكتر من كده، فأحب أقولك إن البني آدم عامة بيتعب بسرعة وبينهج عن الحيوان، واللي هيفضل مكمل والطاقة بتاعته مش هتخلص على عكس الإنسان. حبيت أشارككم المعلومة دي النهاردة. لو أول مرة تشوف القناة القي نظرة كده على المحتوى الأساسي ليها، وما تنساش دعم الفيديو لو عجبك، وقول لي رأيك كمان في التعليقات. سمعت عن دورية الجاموس قبل كده ولا دي أول مرة؟ سلام.